عندك مشاكل في الرؤيه الليليه، كل شويه بتغير مقاس نضارتك، لازم تكشف فورا وما تستناش، عشان كل ما تكشف بدري كل ما العلاج هيبقى اسهل. القرنيه هي الجزء الشفاف في مقدمه العين، بيتكون من 3 طبقات رئيسيه. طبقه اماميه بنسميها الخلايا السطحيه، وخلايا مبطنه في الخلف، وفي النص في طبقه سميكه هي اساس بقى القرنيه وبنسميها السودا القرنيه. الطبقه دي عباره عن الياف متشابكه مع بعضها. في الوضع العادي بتبقى الالياف دي متداخله جدا مع بعض، فمهما ضغط العين زاد ما يقدرش يزقها او يخليها تتحرك من مكانها. في حالات القرنيه المخروطيه الشخص بيتولد وعنده ضعف في الالياف دي، المسافات بينها واسعه، فمع اي ارتفاع في ضغط العين بتتزق لقدام، تفضل تتزق مع طول المده، تتحول الى حاجه بنسميها المخروط او القمع، عشان كده جت تسميه القرنيه المخروطيه. ودي بتضايق العيان في صوره ان الضوء بيتشتت عند القمه او المقدمه بتاعه القمع ده، فيجي له مشاكل بالليل، رؤيه بالليل، هو بيسوق عربيه يبقى النهار ضايق ويجي يبص على النهار يبقى حواليه هالات. مع طول المده وان هو ما بيتعالجش بيتحول بعد كده يحصل له سحابه في القرنيه والنظر يضعف جامد. عشان كده بنقول لو انت عندك اي مشكله من المشاكل دي، عندك مشاكل في الرؤيه الليليه، كل شويه بتغير مقاس نضارتك، لازم تكشف فورا وما تستناش، عشان كل ما تكشف بدري كل ما العلاج هيبقى اسهل.